السلام عليكم. لو أول مرة تشوفيني، أنا آية. وجودك عندي شرف كبير ليا. أحب أرحب بكل حبايبي وصحابي وإخواتي اللي موجودين عندي، وأقول لهم وحشتوني قد الدنيا كلها. وأحب أرحب بكل اللي هيدخلولي جداد، وأقول لهم بجد وجودكم ودخولكم عندي في القناة هيبقى شرف ليا، وإن شاء الله يا رب هتنبسطي معايا هنا، وكلنا هنستفيد من بعض وهنشجع بعض، ونقوم كده نشوف اللي ورانا. انا هنا كنت مقضية اليوم ده عند ماما. اول ما صحيت من النوم عملت كوباية قهوة ودخلت قلت اسقي الزرع. بصي بقى، مفيش احلى في الدنيا من انك تصحي من النوم وتخشي كده البلكونة تشمي هوا ربنا ويا سلام لو الجو فيه شوية شمس كده، الواحد يقعد في الشمس شوية، منها ياخد شوية فيتامين د، ومنها كده ايه يفوق ويفوق. هنا يا بنات دخلت على طول عملت فطار للبنات، وكانت اختي بتسرح لهم شعرهم وتغسل لهم وشهم يعني وكده. كنا متجمعين هنا انا واختي وعيالها، فوقفت اعمل للبنات كلهم فطار، عملت لهم سندوتشات وعملنا شاي بلبن. المهم يا بنات، بصوا، هي الفكرة كلها في فيديوهات الروتين او كده، ان احنا بنشجع بعض وبندي لبعض افكار، يعني انا بديكوا افكار وانتوا بتدوني افكار. بعد ما عملنا مع بعض الفطار، ده انا هنا بوريكم انا عملت الكيكه القمر دي. اصل بصوا اليوم دوت انا دخلت عملت حاجات في الحمام، وعملت الكيكه دي هقول لكم دلوقتي على طريقتها. عايزه اقول لكم تجنن بجد بمعنى الكلمه، حلوه قوي. وعملت لهم كمان محشي. المهم يا بنات، بصوا، انا دخلت ونضفت الحمام بعد ما عملت الفطار وفطرنا. انا جايبه لكم لقطات بسيطه من تنظيف الحمام. طب ايه الفكره اللي في اللقطات ديت؟ اللي هو احنا ليه يعني هنتفرج على حد بينظف مثلا الحمام؟ هي الحكايه كلها بعض معلومات او بعض حاجات انا عرفتها بعد فتره كبيره من جوازي، فانا حبيت ان انا اقولها علشان لو حد ما يعرفهاش برضو المعلومة توصل له. الحمام مكان زيه زي اي مكان في الشقة. الحمام لازم يتزين، لازم يتحط فيه فازة ورد او يتحط فيه اي حاجة حلوة تفتح النفس. احنا كلنا بنتعامل مع الحمام ان احنا نخش ننضفه بس، او مش كلنا يعني، بس اغلبنا، وانا كنت واحدة منكم. بس اكتشفت ان الحمام لما بيتزين كده ويتحط فيه ورد وحاجات من دي بجد بيبقى حلو قوي، وهو جزء من الشقة. طب ليه ما نهتمش بيه زي ما بنهتم بباقي الشقة؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، الحمام لازم يكون فيه مناديل، لازم. المناديل بجد مهمة قوي يا بنات في الحمام، مع ان في بيوت كتير جدا بتهمل الموضوع دوت. وطبعا برضو لازم يكون فيه باسكت كمامة. بس فهي دي بعض الحاجات البسيطة خالص اللي انا حابة ان انا يعني ايه اوضحها في الفيديو. ان انا بس زينت الحمام بحاجات بسيطة جدا، بس قد ايه فرقت في النفسية، وقد ايه خلت العين مرتاحة، وخلت كده ان الحمام بقى جزء حلو من الشقة، مش مجرد حمام وخلاص. هنا انا بقول لكم ان انا وانا بنضف الحمام انا بحضر طبق وبحط فيه معلقة من اللهلوبة، وبالليفة الناعمة بابتدي إن أنا أنضف الحمام كله كويس جدًا. أنا في أول جوازي كنت ساعات بامسك الحمام بالليفة الخشنة، فالحوض عندي اتجرح بعض التجريحات البسيطة، فدي برضه معلومة أنا ما كنتش أعرفها. المهم يا بنات، أنا ابتديت إن أنا أدعك الحوض كويس جدًا. طبعًا أنا جايبة مقطع صغير أوي، أنا قفلت الكاميرا ومسكت بقى الحوض من تحت ومن فوق، والحنفية والسيراميك اللي حوالين الحوض، زي ما أي واحدة طبيعي بتعمل في بيتها. أنا هنا كنت باعمل في بيت ماما، لإن بيت ماما هو بيتي. يعني هو بيتي التاني، أنا باقضّي وقت كبير في بيت ماما. بيبقى الأولاد عايزين يلعبوا مع عيال خالتهم ومش عارف إيه، فبنقضّي في بيت ماما مثلًا يومين أو حاجة. فأنا باتعامل إن بيت ماما هو عامل زي بيتي التاني بالضبط. المهم يا بنات، وهنا جيت الدُش اللي هو اللي فيه الشطاف اليدوي، ابتديت برضه إن أنا أدعكه كويس جدًا، ومن فوق ومن تحت وكل حتة فيه. اللي هو بصوا، الحمام ده لازم يعني على الأقل خالص يوم أو يوم لأ لازم ينضف. هنا دي قاعدة الحمام، أنا هجيبها معاكم بس كده من فوق.
بس أنا بصراحة ما حبيتش قدّام الكاميرا إن أنا أفتح يعني الغطا بتاعها وأقعد أعمل بالفرشة وكده، مش باحب المنظر ده بصراحة يا بنات، ومش حابة إن أنا أعرض عليكم منظر زي ده. المقشة الخشنة بقى دي بطل اليوم، بُصّوا الرغاوي والنضافة والنشاط، المقشة الخشنة يا بنات تحفة، بجد أي واحدة بتنضّف الحمام استخدمي المقشة الخشنة، إن أنتِ تدعكي بيها حيطان الحمام كلّها، أنا هنا كده بادعك الحيطان بتاعة الحمام كلّها، وإن أنتِ برضه تدعكي بيها أرضية الحمام، بتلمّع معاكِ الحمام وبتنضّفه وبتخلّيه بجد زي الفل، وبتطلّع بقى أي بُقع أو هو الحمام ما بيبقاش فيه بُقع عامةً، بس بيبقى في كده زي تجييرة من المَيّة السخنة وطرطشة الشاور والصابون والكلام دوّة، وطبعًا ما ننساش باب الحمام لازم ننضّفه عشان الحمام معانا كلّه يبقى زي الفل. وعاوزة أقول لكم بجد، بجد إن أنا عايزة أشكر كل واحدة كتبت لي كلمة حلوة في الكومنتات، أنا عايزة أقول لكم إن أنا لمّا بابقى قاعدة مخنوقة أو متضايقة، أنا بافتح الكومنتات بتاعة الفيديوهات وأقعد أقرأها، قد إيه الدعاوي يعني إن أنتِ تدعي لحد دي حاجة حلوة أوي، بجد حاجة حلوة أوي، إن أنتِ تقولي لحد مثلًا تسلم إيدك أو ربنا يديك الصحة أو إنِّك تجبري بخاطر حد بكلمة، آمم، عارفين الطبطبة على القلب؟ هي حاجة زي كده، بجد شكرًا من كل قلبي لكل حد كتب لي كلمة حلوة، ويا رب ولك بالمثل، يعني أنا مش هاقول لك أكتر من كده، ولكِ بالمثل. هنا يا بنات المحشي أنا باحط في أرضية المحشي قولوا معايا طماطم وفلفل وساعات كمان باضيف شرايح بصل، هنا كنا حشينا الكوسة والبتنجان وابتديت إن أنا أرصهم، ودلوقتي بقى هاجيب لكم مقطع وأنا باحشي محشي الكرنب. بُصّوا يا بنات أنا لمّا اتجوزت ما كنتش باعرف أحشي محشي كرنب خالص، فمامة محمد جوزي جات في مرّة قعّدتني وقالت لي: "احشي." قُلت لها: "ما باعرفش." قالت لي: "لأ احشي." قُلت لها: "والله هيبوظ وهتاكلوه بالمعلقة." قالت لي: "عايزين ناكله بالمعلقة." احشي وأنا عايزاه يبوظ وما لكيش دعوة، بس اقعدي وجرّبي. وعايزة أقول لِك يعني عايزة أقول لها بجد والله يعني ربنا يخلّيكِ، هي ليها الفضل عليَّ بصراحة في حتّة إنها تخلّيني أكتسب جرأة إن أنا أقعد واحشي وإن أنا أعمل محشي في البيت، لحد ما الحمد لله اللهم بارك يعني أنا بقيت الحمد لله بقيت أعرف أعمل المحشي وبقى بالنسبة لي أكلة سهلة. فزي ما أنتم شايفين أهو، بُصّوا يعني لفّه سهل أوي بجد يا بنات، أنا كنت مفكّرة إن لَف ورق العنب أسهل من لَف الكرنب، لأ، لَف الكرنب طلع أسهل بكتير من ورق العنب. هنا يا بنات كنا خلّصنا الأكل، عملنا محشي كرنب وبتنجان وكوسة، وعملنا بس فراخ محمّرة كده وحطينا الأكل أهو دلوقتي إحنا بنغرفه، عايزة أقول لكم كان خطير، كان طعمه حلو أوي بجد وريحته كانت حلوة أوي، أوي، أوي. لو حابين إن أنا أبقى أشارك معاكم خلطة الكرنب أو خلطة المحشي عامةً ابقوا قولوا لي، بس هو عامةً نجاح المحشي بصل كتير، خضرة كتير، طماطم كتير، يعني دي اللي أنا يعني استكشفتها يعني، وبيطلع معاكِ جميل وأهم حاجة تسمّي الله وأنتِ بتعملي الحاجة. هنا بقى هنعمل كيكة الشوكولاتة القمر، والله يا بنات حلوة أوي. صوص الشوكولاتة هنعمل له إيه، هنعمل له كوباية لبن في الخلاط كلّه، كوباية لبن عليه نُص كوباية أو كوباية إلا ربع زيت، بعد كده هنضيف عليه كوباية سكر، هي نفس الكوباية بنعاير بيها كل حاجة، بعد كده هنضيف عليهم يا بنات نُص كوباية كاكاو، ونبتدي إن إحنا نضربهم في الخلاط كويس جدًا، يعني مثلًا بتاع 5 دقايق، اضربي وافصلي، اضربي وافصلي وهكذا. بُصّوا بقى، هيعمل معانا دلوقتي صوص شوكولاتة قمر، وعايزة أقول لكم كل ما بيقعد بيتقل أكتر، لو تقل منِّك وحسيتيه إن هو تقيل بالمضرب اليدوي كده خفّيه بشوية لبن، هيرجع معاكِ يعني اوصلي للسمك اللي أنتِ عايزاه، عايزاه خفيف خالص زوّدي لبن، عايزاه تقيل خلاص ما تزوّديش لبن هو هتلاقيه تقل معاكِ أصلًا بعد شوية. في نفس بقى يعني في نفس الشفشق بتاع الخلاط بعد ما نزّلنا منه الصوص، اتبقى طبعًا شوية هنعمل بقى إيه، الخليط السايل بتاع الكيكة، حطينا هنا يا بنات بيضتين، وبعد كده هننزل بكوباية لبن، بيضتين وكوباية لبن ونُص كوباية زيت، وطبعًا نزلنا بكيسين فانيليا بس ما أعرفش ما جوش ليه، وهنا يا بنات كوباية سكر، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ومعلقتين كاكاو. يبقى بيضتين، كيسين فانيليا، كوباية لبن، كوباية سكر، نُص كوباية زيت، معلقتين كاكاو، ده
ده الحاجات السايلة بتاعة كيكة الشوكولاتة، أنا باوريكم الكوباية اللي أنا باعاير بيها كل حاجة. دلوقتي هنعمل بقى المواد الجافة. أنا باعمل إيه، باعمل كوبايتين دقيق ونص كوباية نشا وذرة ملح وكيس بيكنج باودر، وببتدي إن أنا أقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها كويس جدا، وبعد كده أنزل عليها بالمكونات السايلة، وابتدي برضو ان انا اقلبها. تقليب خليط الكيكه يا بنات بيبقى في اتجاه واحد، يعني ما تفضليش رايحه جايه في الاتجاهات كلها، لا بالمعلقه كده، وابتدي ان انت تشتغلي في اتجاه واحد، هتطلع معاكي مظبوطه وجميله وهشه وتحفه، وهوريها لكم دلوقتي. وما ننساش يا بنات ندعي لاخواتنا وندعي لكل المستضعفين على الارض، اللهم انصرهم، اللهم فك كربهم، اللهم اشفي مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. وطول ما انتوا بتعملوا الحاجة يا بنات سموا الله كده، وافضلوا ان انتوا استغفروا، وان شاء الله يا رب ربنا يحسن ما بين ايديكم وتطلع الحاجة منكم زي الفل. بصوا ده القوام بتاع الكيكة، انا ما بحبش الكيكة يكون قوامها تقيل، بحسها بتبقى مكتومة كده، انما الكيكة لما بيبقى قوامها كده وسط بتبقى هشة كده وطرية وناعمة معاكي وانتي بتعمليها. حضرت صينية ودهنتها زيت كويس جدا، وهبتدي ان انا انزل بالخليط الكيكة معايا، وبعد كده هدخلها على فرن سخن، يعني قبل ما اعمل الكيكة انا بفتح الفرن عشان يسخن، هدخلها على فرن سخن بتقعد تقريبا نص ساعة. دي يا بنات تشريبة انا بعملها للكيكة، بس يعني اللي بيحب الكيكة طرية يعملها، انا بحب الكيكة طرية قوي. بجيب حبة لبن بدوب فيهم معلقة من صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه، وبطلع الكيكة من الفرن وببتدي ان انا اصب عليها كده. الكيكة بتشربها بقى وبتبقى طرية قوي، عاملة كده زي اللي شفتوا التورتة الجاهزة الطرية الناعمة، هي بتبقى كده بالظبط. بعد الكيكه بتاعتي ما شربت التشريبه بتاعتها، ببتدي ان انا انزل بقى بالصوص اللي انا عاملاه. بصوا لما قعد تقيل ازاي، عايزه اقول لكم فظيع بجد يا بنات. جربوا الطريقه دي واكتبوا لي في الكومنتات قولوا لي ايه رايكم فيها. يعني بصي، لو ما طلعتش حلوه معاكي ما تتفرجيش عليا تاني قولي لي انتي ما بتعرفيش تعملي حاجه، لانها بجد حلوه قوي. انا ما كنتش بعرف الكيكه، ما كنتش بعرف اعمل الكيكه وكانت بتطلع مني مش حلوه. وبصراحه برضو يعني اختي الكبيره وامي شاطرين قوي في عمايل الكيكات، هما اللي علموني وهما اللي عرفوني حبة الحاجات. واختي والله هي اللي قالت لي على معلومة ان الكيكة كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية نشا، فعلا حلوة قوي قوي، يعني احسن من لما تعمليها كوبايتين ونص دقيق، لا نص كوباية النشا دي بتخلي الكيكة كده معاكي طرية كده وجميلة. بصي يا بنات الكيكة عالية وناجحة ومفرغة ازاي وهشة وطرية وحلوة قوي بجد. يعني يبقى الف هنا للي كلوها وبألف هنا للي هيعملوها وياكلوها. وبهنا أكون خلصت معاكم الفيديو، يا رب أكون كنت خفيفة على قلبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في رعاية الله يا بنات. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك وكومنت حلو، هستنى كومنتاتكم كلها وهقراها كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.